بقى حضرتك ان اللي عندكم المفروض ان هو هيحول او عايز يخرج من الاسلام لازم يقتل؟ هجيب لك الآية وأنت قول لي إيه اللي مش عاجبك فيها، نتناقش فيها. تمام. وإذا أخوك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينيك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا. يعني مش حر، هو مقيد على اللي هو فيه. عشان يعني بيقول قتلا تقتله يدك تكون عليه يدك تكون اولا، عليه. اللي هو النص اللي ذكره يعني. مش فاهم ازاي دين حكم علينا اتقتل. لا ما تسمعش منه ويدك تكون عليه قتلا تقتله. ايوه انت شايف ان ده دين سلام ومحبه؟ ان انت شايف ان ده كده دين وحش؟ انا بسالك بقى، انت بتسالني سؤال. انا برضو عايز اسالك، انا عايز افهم انت معترض، انت شايف ده وحش؟ انا شايف ان ده مش صح. ده في الكتاب المقدس. كيلوجرام وفين في الكتاب المقدس؟ سفر التثنية 13. بتضحك على ايه؟ قال لنا ان انت تمشي من الدين. التثنية 13. التثنية 13 الكتاب المقدس وروني اهو. بص 13 تثنية 13 من أول العدد 6. ده عهد قديم، معيش العهد الجديد ده. يعني العادة دي مش كلام الله؟ لا طبعا كلام الله، بس ده بيكمل ده وده بيثبت كلام ده. طب نجيبه لك العهد الجديد كمان موجود في هات العهد العهد الجديد. الجديد يا استاذ معاذ. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدان او ثلاثه يموت بلا رأفه، وفي الترجمه اليسوعيه يقتل بلا رأفه. ده العهد الجديد صح؟ ده العهد الجديد.